يسعدك الحظ أن تكون واحدا من آلاف أو ملايين المشاهدين والمتابعين. قد يسعدك الحظ أن تكون واحدا من آلاف أو ملايين المشاهدين والمتابعين عبر شاشات التلفزيون والمواقع الصحفية الإلكترونية لأكبر حدث ثقافي وحضاري في القرن 21، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير. أما إذا كنت أحد الصحفيين أو الإعلاميين الذين كلفوا بتغطية هذا الحدث التاريخي، فأنت بلا شك على موعد مع تجربة فريدة من نوعها قد لا تتكرر مرتين خلال حياتك. مصر لديها أكبر متحف في العالم، وأفضل أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة بعينها. دي نمرة واحد. اتنين، بنفتخر جدا جدا إن احنا بالأيادي المصرية بالتعاون طبعا مع جهات عديدة قدرنا إن احنا نعمل حاجة العالم كله هيتكلم عنها، واللي شافوه هو مفتوح فتح تجريبي اتكلموا عنها اوريدي. بالنسبة للعائدات الاقتصادية، احنا متوقعين إن قبل الافتتاح الكامل كان بيزور المتحف في اليوم حوالي 5000 سائح في اليوم. يعني تقديرنا هيوصلوا 15000 سائح في اليوم. ده بنتكلم تقريبا في 5 مليون سائح في السنة. احسبوا انتوا الباقي بقى. يعني هيبقى إضافة كبيرة جدا بالنسبة للسياحة الثقافية اللي موجودة في مصر. واحنا يعني عندنا كانت زيادة لحد شهر ونص فاتوا 1 مليون زائر أجنبي للأماكن الأثرية اللي موجودة عندنا في مصر. ده خلال سنة 2025. المتحف ده بيؤكد أن مصر مش بس عندها حضارة قديمة، ولكنها قادرة على تعزيزها باستخدام معمار عظيم، باستخدام تكنولوجيا حديثة، باستخدام إبهار عالمي فيما تحتويه وكيف تقدمه للعالم في شكل جديد، بداية من أسلوب العرض والدرج العظيم إلى القاعات المختلفة، قاعة الملك توت ومراكب خوفو والقاعات المختلفة للعرض اللي فيها. الهيئة العامة للاستعلامات المصرية سخرت مجهوداتها كافة لتهيئة تغطية إعلامية هي الأكبر من نوعها لهذا الحدث التاريخي، ومنحت تصاريحها لأكثر من 450 مراسلا وصحفيا يمثلون 180 وسيلة إعلامية دولية، منها 40 مؤسسة إعلامية أوروبية، 24 مؤسسة إعلامية أمريكية، 30 شبكة إعلامية من الدول الآسيوية، 48 قناة إعلامية عربية، 70 قناة وشبكة تلفزيون عالمية أخرى، 35 وكالة أنباء دولية مصورة. أنا من سلوفينيا، وأنا سعيدة للغاية لأن أتيحت لي الفرصة لأشارك في افتتاح أكبر متحف في العالم، والذي يعد غاية في الأهمية لمصر والعالم. ولقد استمتعت كثيرا بكرم الضيافة المصرية وحسن الاستقبال والتنظيم رغم الأحداث المحيطة بالمنطقة، ولكن كل شيء سار بشكل جيد جدا، وأنا ممتنة جدا لذلك. الجميع ينتظر هذا الحدث العظيم. هذا حدث عالمي، فهو حدث هام لمصر، ولكن المتحف سيكون له الأثر والعلامة المميزة، فهو المتحف الأكبر الذي يعكس الحضارة المصرية. نحن شركاء في اكتشاف الآثار منذ شامبليون، نتطلع لمشاهدة الآثار المعروضة وخاصة مجموعة توت عنخ آمون. إنه حدث مميز، لم أرى شيء بعد غير تمثال رمسيس في المدخل، ولقد زرت الأقصر ونيويورك ولندن وبرلين، والتي زرت فيها متحفا مصريا عريقا، وأتمنى أن أرى المزيد في هذا الصرح العظيم. هذا المتحف لديه القدرة على جذب الزوار من مختلف دول العالم. افتتاح المتحف المصري الكبير ليس حدثا تاريخيا إذن فحسب، وإنما محطة هامة من محطات الإرث الثقافي والحضاري الذي تقدمه مصر للعالم هدية لكل الإنسانية، يربط حضارة مصرية عريقة بواقع مزدهر وآمن ليستشرف مستقبلا واعدا مشرقا. من المتحف المصري الكبير، على رشوان.